مساء الخير على أجمل متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بقى جاية لكم في فيديو جديد، شقة في الإسكان الاجتماعي بعد الفرش في 1185. كانوا المتابعين بتوعي الحلوين طلبوا مني إن أصور لهم الشقة بعد الفرش. فأنا طبعا جبت لكم فيديو جديد كده في شقة 1185 بعد الفرش. هوريكم بقى مفروشة ازاي ومتنظمة ازاي والديكورات اللي هم عاملينها. هم هنا كده في دخلة الباب حاطين كده زي بوفيه وسفرة، وعاملين كده في الوش مراية كده وفيها ديزاين كده وفكرة حلوة قوي عشان توسع معهم الشقة. انتوا عارفين طبعا ان الريسبشن ده غير الريسبشن بتاعنا. ده كده قطعة واحدة، وعاملين كده فيه سبوتات نور، وعاملين كده نجف شكله جميل قوي 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 زي ما انتوا شايفين، وعاملين فوق كده جبسن بورد شكله برضو حلو قوي، عاملين ديكورات جميلة. هنا بتبقى المساحة اللي عند البلكونة قد المساحة اللي عند دخلة الباب. عاملين طبعا بقى زي ما انتوا شايفين كده ديكورات شكلها جميلة، ومغيرين كده في الشقة، وحاطين كده ركن عند البلكونة بشاشة زي ما انتوا شايفين، وعاملين كده حبة ديكورات جميلة في السقف. الشقة دي يا جماعة في 1185، اللي هي بتبقى الشقق اللي هي أصغر من شققنا زي ما انتوا شايفين كده. احنا الشقق بتاعتنا بتبقى الطرقة كده طويلة والمطبخ أكبر والتويلت، لكن الشقق هنا بتبقى الطرقة صغيرة زي ما هنشوف. وبتبقى مساحة المطبخ أصغر وداخل فيه البلكونة. فأغلبية الناس بتضيف البلكونة على المطبخ، إن هي بتقفلها كده وتقوم عاملة فيها تقفيلات وبتضيفها على المطبخ عشان توسع معاها كده المساحة. هنا يا جماعة عاملين حبة ديكورات جميلة قوي في السقف، عاملين جبسن بورد وعاملين نجف وإضاءات وعاملين حاجات جميلة جدا جدا. هنا بقى معانا البلكونة برضو عاملين فيها شغل حلو قوي قوي، مقفلين كده البلكونة وعاملين فيها نجيلة صناعي وحاطين كده زرع ومقفلينها كلها بالحديد، وعاملين فيها أرفف ديكورية كده جميلة قوي وحاطين عليها كده زرع زي ما انتوا شايفين. فعاملين فيها حبة ديكورات حلوين قوي، وعاملين الباب اللي هو بيفتح البلكونة الشباك عاملينه قلم تال زي ما انتوا شايفين كده، وعاملين لها حديد من بره. تقريبا الشقة دي دور أرضي. عاملين حبة ديكورات حلوة في البلكونة، وده كده الريسبشن من وجهة تانية زي ما انتوا شايفين كده. طبعا شكلها جميل جدا. دي بقى للناس اللي طلبت مني ان اصور لهم الشقة بعد الفرش عشان ياخدوا منها افكار. انا مجرد بديكوا افكار لشقق الاسكان الاجتماعي دي اللي هي في 1185. دي كده الطرقة يا جماعة عاملين فيها برضو جبسن بورد، وزي ما قلت لكم ان الطرقة دي اصغر من بتاعتنا، والاوض والغرف بتاعتها بتبقى اصغر. ده كده المطبخ، في دخلة المطبخ هما كده شايلين الباب وعاملين كوفي كورنر في دخلة كده المطبخ زي ما انتوا شايفين. وحاطين طبعا عشان المطبخ ده يا جماعة بيبقى كنز غير المطابخ بتاعتنا، ده بيبقى طويل كده وصغير، فحاطين كده الحوض وفوقيه وحدات وتحتيه وحدات. والبلكونة اللي في المطبخ فاتحينها بقى كده ومشطبينها على المطبخ بحيث ان هي تاخد وحدات تانية زي ما انتوا شايفين. وعاملة كده بوتاجاز بلتي ان، وعاملة وحدة كده حاطة فيها فرن زي ما احنا شايفين كده. هي هنا تقريبا مش مغيرة في السيراميك بتاع الاسكان زي ما هو تقريبا مش مغيرة في حاجة. وهنا كده حاطة شفاط فوق شفاط بلتي ان برضو فوق البوتاجاز زي ما انتوا شايفين، ومقفلة طبعا البلكونة وعاملة افكار حلوة، وشايل لها برضو الغسالة في المطبخ زي ما احنا شايفين كده، وعاملة ديكورات برضو حلوة زي ما احنا شايفين. هي استغلت بقى البلكونة. بعد كده يا جماعة ده التويلت هم معدلين فيه، عاملة كده وحدة بحوض وعاملة كده مراية وفيها إضاءات شكلها جميل جدا، وما شالتش البانيو القدم وعاملة كده زي ستارة، لكن غيرت كده في التويلت
وعملت حوض كده بوحدة شكله جميل جدا. بعد كده هنخش بقى على أول غرفة. الغرف دي يا جماعة بتبقى أصغر من الغرف بتاعتنا. دي كده غرفة أطفال، تقريبا غرفة بنوتة. هم حاطين فيها كده سرير واحد وكومود، وعاملين فيها كده حبة ديكورات وأفكار جميلة جدا. أنا مجرد بديكوا أفكار لشقق الإسكان الاجتماعي. هنا عندهم الحيطة دي يا جماعة بتبقى داخلة كده لجوه، فهم بيعملوا فيها فكرة إن هم يحطوا فيها الدولاب، بيستغلوا بقى المساحات عشان الغرف دي زي ما قلت لكم بتبقى أصغر من الغرف بتاعتنا. وحاطة كده شاشة وعاملة كده ديكورات بسيطة في الغرفة، شكلها جميل جدا ورقيقة وحلوة. أنا مجرد بديكوا أفكار كده يا جماعة. متنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة، تفعيل زرار الجرس للكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم. فهي فكرة الحيطة كده عملت فيها دولاب على قد المكان زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده دي الغرفة التانية زي ما انتوا شايفين. دي غرفة النوم، عاملين فيها فكرة حلوة برضو، ان هم تقريبا عاملين الغرفة على قد المكان، حاطين 2 كومود وسرير زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة وتسريحة. وتقريبا عاملين الغرفة، بصوا الدولاب متفصل على قد الحيطة، فهم ممكن يكونوا مفصلين الغرفة دي على قد المكان. جميلة جدا ورقيقة وشيك، لأن شقق الإسكان يا جماعة معروفة إن الغرف بتاعتها بتبقى صغيرة. وال1185 عمارة بتبقى أصغر من الشقق بتاعتنا. دي كده الغرفة التانية. دي تالت غرفة بقى اللي هي غرفة الأطفال التانية. عاملين كده فيها سريرين وكومود شكلهم جميل جدا، وعاملين ديكورات كده بسيطة ورقيقة وشكلها حلو زي ما احنا شايفين. وحاطين كده زي تسريحة صغنططة كده شكلها تحفة قوي وجميلة. أنا مجرد بديكوا كده أفكار يا جماعة عشان متابعين الحلوين طلبوا مني، وتقريبا حاطة التلاجة أو الديب فريزر جوه الغرفة. طلبوا مني إن أصور لهم الشقة بعد الفرش. ده كده الشقة بعد الفرش يا جماعة. هي فرشها فرش كده جميل ورقيق وحلو زي ما انتوا شايفين كده. احنا طلعنا تاني على الريسبشن. هي عاملة ركنة كده شكلها تحفة وحلو زي ما احنا شايفين، وعاملة فيها إضاءات كده حلوة وسبوتات، وعاملة ليدات في الجبسون بورد، ومغيرة باب الشقة وعاملاه باب مصفح. وعندها كده في دخلة الباب زي ما قلنا حاطة كده سفرة جميلة وشكلها تحفة، وعاملة ديكورات حلوة. أتمنى يا رب إن الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. باي باي.